السلام عليكم، هلا متابعين، شلونكم؟ شخباركم؟ مثل ما شفتوا عنوان الفيديو شلون طلعت أعفاء بالخامس العلمي بدون ما أدخل لا خصوصي ولا معهد ولا درست بالعطلة الصيفية. أول شي هو الالتزام بالتحضير اليومية، كل يوم نحضر بحيث كل يوم أحضر وما فوتت ولا يوم أبدا. أهم شي التحضير يومي، لأنه إذا صار تراكمات بعد ما تقدرون تسيطرون على المادة بعدين، فمن البداية كنت أحضر يومي لحد ما وصلت آخر يوم. إيش قد ما تقدرون إيش قد ما تحاولون حضروا يومي، ما تفوتون ولا مادة ولا موضوع أبدا، لأن تحضير يومي هو اللي راح يحددكم تطلعون أعفاء عام أو ما تطلعون. ثاني شي ما غبت ولا يوم أبدا، بقيت مستمرة، بس يعني الأشياء الضرورية غبت فيها. مثلا بوقتها ورا نصف السنة العام هاي السنة 25 صارت مال المعلمين، فتقريبا بالأسبوع ونص أنا غايبة، يعني ماكو تدريس، بس بهاي الضرورية تقدرون تغيبون، بس أما الباقي لا ما يقدرون تغيبون، لأن راح تفوتكم ملاحظاتكم وتحاضير هواية ما تقدرون تسيطرون عليها، وبعدين تهون أصلا المادة. فإذا أنتم تحضرون كل يوم ما تغيبون فهيك راح تسيطرون على الإعفاء. وأهم نقطة، أكو هواي بعض الطلاب إذا عندهم امتحان شهري يغيبون قبل يوم على مود يقرون امتحان شهري، هذا أكبر خطأ. إذا أنت محضر كل يوم بيومه فما يحتاج تغيب قبل امتحان الشهري على مود تقرأ، بس محتاج يعني مجرد تراجع مراجعة سريعة. ثالثا حاولوا تصادقون طلاب شوي مستانسين وشطار، على مود راح تقدرون تاخذون عندهم معلومة مفيدة، ملاحظة، مثلا الشرح ما فهمتوه، موضوع ما فهمتوه، فحاولوا تصادقون طلاب شطار يعني شوي يفيدونكم أصلا. رابعا نقول استغلال الوقت أو الالتزام بالوقت، يعني أبد لا تضيعون وقت أبدا. يعني مثلا نقول إذا دوامكم صباحي مثلا يعني من 7 لحد 12:30 أو لل1، فتقدرون أول ما ترجعون تتغدون وتصلون ترتاحون تاخذون لكم قليلا فد نص ساعة، بعدين وراها تقعدون ترتاحون وتقرون، فيعني مو تقضوها كلها نوم أو تسخيط. حاولوا تستغلوا الوقت بيكم وما تستغلون الوقت. أحيانا كنت أستغل الوقت بشكل مو طبيعي، أبد ما أضيع وقت من عندي. خامسا اللي هي الانتساب. الانتساب هي حالتين، أكو طلاب يفيدهم وأكو طلاب ما يفيدهم. أكو طلاب تلتزم، يعني تسوي جدول، تمتحن نفسها، تحضر، ما تفوت ولا يوم، يعني كل يوم تقرأ. أكو طلاب لا ما تقرأ. اللي ما يفيدهم أكو طلاب لا ما تسوي جدول، يعني على مزاجهم، شو ما عجبهم يقرون، أي مادة تعجبهم يقرون، لا هذا الشي خطأ. لازم تسوي جدول وتخطط له وترتبه وتنظم وقتك. يعني راح تنظم جدولك، مثلا يوميا تقرأ 4 مواد، باكر 4 مواد، هيجي لازم يوميا تستمر وتقرأ. هذا اللي الانتساب. أما اللي يحس نفسه ما يقدر ولا يقدر يلتزم كل يوم وبيومه فهذا ما يفيد الانتساب. أكو طلاب هواي يسوون انتساب وجابوا معدلات عالية وجابوا الإعفاء، كل شي جابوا انتساب يعني التزموا، واكو طلاب لا سوت انتساب بس ما التزموا ولا يعني اهتموا أصلا وراحوا فشلوا. الإعفاء العام كلش سهل، بس تحضر يومه، ها هي بس. الإعفاء العام كلش سهل، بس تحضر يومه، ها هي بس. يعني انت من تحضر يومي بامتحان الشهر راح تشوف المادة سهلة كلها ما فيها، يعني مجرد تجي تراجع. حتى بنصف السنة همينة مثلا بعض المدارس يدخلون 3 فصول و4 فصول من كل المواد إسلامية، مثلا 3 وحدات الإنجليزي 4 يونتات، فأنت من يعني كل يوم حاضر بالامتحان شهر مسيطر على المادة. نصف السنة بد ما راح تتعبون، يعني بنصف السنة أصلا ماكو وقت، يعني كلش ينطون المدرس قبل الامتحان يوم واحد أو ماكو، يعني امتحان فوق امتحان. السنة الخامس العلمي طلعت إعفاء عام معدل 91.1. أول شي التزمت بالوقت، ما غبت في اليوم بدون سبب، يعني إلا غير أكو سبب إلا غير بي، ودائما متحضرة، يعني دائما أحضر كل يوم حضر، حتى اليوم اللي أغيب بيه ما أحضر بيه، يعني ما فوت التحضير أبدا. ثاني شي استغليت الوقت بشكل صح، ودائما منتبه على مدرساتي، يعني أي مدرسة تشرح أنا منتبه على شرحها، منتبه على الكلام اللي تقوله، لأن أكو مدرسين أو مدرسات يعطون ملاحظة، هي ملاحظة تفيد، فيعني تقبل يعني
مني بدي درس أنا حاطة بالي وين المدرسة، مركزة كلش زين، ما علي لا صديقتي لا بأحد لا بأي شي لا تفكير ثاني ولا سخطت أبدا. يعني أبد ما حطيت تسخيط بالي، إذا سخت كلش نص ساعة سخت يعني ما تكون ضايجة ما نخرج أدرس، بس يعني حتى لو ما تكون ضايجة كلش وما نخرج أجيب نفسي قوة أدرس، يعني حين أجيب نفسي قوة أدرس. بس شو لازم أنا حاطة هدف ببالي من أدرس قوة، أنا حاطة هدف ببالي هو هدفي إنه أطلع رفاع عام من بداية السنة لحد آخر اليوم. أنا حاطة هدف ببالي كل امتحان شهري كل امتحان نصف السنة. بس هذا كله أول شي يرجع لرب العالمين، وثاني شي تعب أهلي أنا مجرد كنت وسيلة، يعني من فضل ربي وفضل أهلي بعدها ما طلع رفاع عام، مجرد أنا كنت وسيلة فقط. إذا أنتم دفعة 26 وتريدون تطلعون إعفاء عام، أول شي حطوا هدف ببالكم إنه الإعفاء، على مود فد يوم مالكم تدرسون تسخطون تذكرون إنه تريدون إعفاء عام، فيعني واحد غصبا عليه يقوم يدرس لأنه عنده هدف. ثاني شي حطوا فرحة أهلكم بعيونكم، أي مش فرحة أهلكم، يعني ما تتصورون شو أهلكم راح يفرحون يطلعون إعفاء أو يتنجحون، شعور كلش حلو ويروح بيك هذا التعب أصلا كله، حتى مطلع إعفاء تنسى التعب السنة كاملة كلها. يعني أنا نسيت التعب كله بحيث والله مرات أبقى سهرانة للصبح بس على مود إعفاء أطلع. شقد بكيت يعني كلش بكيت هواية. بالنهاية بالتوفيق ربي إن شاء الله للجميع التوفيق، وإن شاء الله تحققون أحلامكم وكل شي. إن شاء الله استفاديتوا من هذا الفيديو. مع السلامة، باي باي.